نظام الإعاشة اللي فرضته السعودية على المصريين، هل هو فيه تجريح وإهانة والّا تكريم؟ طبعًا كلنا عارفين إن السعودية فرضت إن شاء الله من يوم 14/8 نظام الإعاشة إجباري على مصر. ناس شافته إنه تجريح، إن هي جمعتنا بين بنجلاديش وباكستان والهند، وناس شافته إن هو لأ كده أفضل وده تكريم مش تجريح. نبدأ الفيديو عشان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالَ نفصص نظام الإعاشة آآ اللي في ناس زعلانة منه وفي ناس مبسوطة والدنيا تمام. طيب نجيب كل واحد نظريته إيه. أول حاجة الناس زعلانة بتشوف إن ده إهانة، وإنه مصاريف زايدة. طبعًا إحنا هنرُد على كل جزئية من اللي أنا باقوله ده بالدليل كمان، وانتظروا لآخر الفيديو تمام، علشان تفهموا الدنيا فيها إيه. إحنا قُلنا إنه في ناس شايفاه إهانة إن إحنا اتجمعنا مع الهند وباكستان وبنجلاديش، وليه مصر تتجمع معاهم، وليه مش زي بقية الدول، وليه اللي علينا نظام إجباري، تمام. الناس برضه تاني حاجة بيقولوا إحنا كده سعر العُمرة مثلًا لو هو 30 أو 35 أقل حاجة هيزيد من 5000 جنيه ل7000 جنيه هتفرضها شركات السياحة على المُعتمر المصري، تمام. في ناس تانية قالت والله أحسن والواحد ما يشيلش هَم الأكل وكل الكلام ده كله. طبعًا أنا هارُد على جزئية، جزئية وأفهِّم الناس يعني إيه نظام الإعاشة. نظام الإعاشة إنه السلطات السعودية بتفرض على الشركات السياحية إنها توفّر وجبات للمُعتمر، فطار وغدا وعشا، ويكون ده تبع الفندق، تمام. آآ أنا شايفة ومن وجهة نظري إن ده حاجة كويسة جدًا، جدًا، جدًا. زي ما أنتم شايفين كده الإعاشة قدّامكم إنه الفنادق بتعمل أكلات و على فكرة ممكن كل واحد مثلًا يطلب مثلًا أنا عايز أكل مصري، أنا عايز أكل مش عارفة إيه، فمش هيبقى فرض إن شاء الله. أنا شايفة إن ده والله العظيم راحة، إن أنت أو أنتِ مش هتشيلي هَم أكل، وخصوصًا أنتِ مُعتمرة، مش هتشيلي هَم إن أنا رايحة البيت أطبخ، ويا ريت تطبخي على حاجة ينفع ينطبخ عليها. أنتِ آخرِك بيكون سخان علشان تعملي أكل عليه روحِك بتطلع، أنتِ فاهمينّي؟ فبتبقى أنتِ قاعدة في الحرم رايحة تصلّي ناعية هَم اللي أنا لسه رايحة أعمل الأكل، تمام. فده راحة ليكِ وخصوصًا الستات جدًا، جدًا، جدًا. طيب إيه تاني؟ آآ بالنسبة أنتم لمّا بتكونوا رايحين أو إحنا عمومًا لمّا بنكون رايحين بنعمل إيه؟ أقل حاجة بتملي شنطتِك أكلات بُصّي ممكن يعدّوا ال5000 جنيه، أو على حسب، طب قُلت من 3 ل5. خلاص، على كل واحد على قد مقدرته، قولي 2000 تمام كده. بتروحي تشيليهم في الشنطة، بُصّي بتطلع روحِك في المطار. سيبِك من الرجالة، لإن الستات بتكون مهتمية أكتر بالموضوع ده، خلاص. طيب مثلًا أنا أخدت أكل وأخدت شُرب ومحتاسة بالشنط ومش عارفة أروح فين وأعمل إيه، وآخرهم بتاخدوا شوية مُعلبات، لا أكل سخن ولا غيره، ممكن تاخدوا وجبة والّا 2، لإن ببساطة ما فيش تلاجات. التلاجة موجودة برضه اللي أنتم شفتوه في أول الفيديو زي قِلّته، حلو. طيب لمّا أنا أكون رايحة بمزاج مرتاح، لا ناعية هَم شيل شُنط وأشيل وأحُط، وكل واحد يعني أنت حتى لو مع جوزِك، تمام، هتشيلي برضه
وهتزقي شنط وهتروحي مش عارفة فين وتشيلي الشنط تحطيها على السير، لأن مفيش حد بيشيل لحد وهو على السير أو حاجة. حلو كده. طيب مش بذمتك كده راحة ليكي أحسن؟ أنا بنظرتي إن أنت نظام الإعاشة والله العظيم نظام تكريم. وطبعا السلطات السعودية قالت إنه، شفت تصريح ليهم إنه إحنا في مطاعم بتفرض على الناس أسعار غالية، وإحنا عايزين ننظم الأكلات ويكون فيها أمان أكتر وتكون تحت رقابتنا. ودي حاجة كويسة جدا، وإن الموضوع مفيهوش أي إهانة يا جماعة. إنه زي ما انتم شايفين اللي هو ده مثلا يقولك أكل مثلا جزائري تقريبا كده. تمام. فالموضوع مفيهوش أي إهانة. الموضوع أنا شايفاه حلو جدا. طبعا الناس اللي زعلانة من إنه احنا كده لأ احنا كده هندفع أكتر، ما هو أنت هترتاح. طبعا بيقولك السبب الرسمي برضو إنه منع تراكم الأكل في الغرف والحشرات، تقليل الهدر، راحة المعتمر عشان يركز في العبادة، تنظيم سوق الفنادق. طيب نتكلم على حاجة. أنا واحدة كنت موجودة في غرفة كان فيها يعني المفروض 4 جم بعد 2 كمان أصحابي اللي موجودين، فبقينا 5 أو 6. المنظر مش أحسن حاجة، الدنيا مبهدلة، الأكل عشان نعمله بيطلع يعني ممكن تحطي الأكل تقعدي طول النهار تطبخي وقاعدة جنب الأكل ليه؟ الموضوع ده عن نفسي أنا كان حارق دمي أقسم بالله. ليه أنا علشان أقعد أطبخ وأسيب الدنيا وأسيب الصلاة علشان خاطر الناس تاكل؟ لأ، انت رايحة للعبادة فقط، رايحة تتعبدي، رايحة تقعدي في الحرم وانت مش ناعية هم حاجة. الغرف في غرف بتبقى على حسب انت حاجزة بقى، غرفة سنجل، غرفة فردين 3 4 5. تمام. فتخيل انت بتطبخي اكلك وهي بتطبخ اكلها والتانية بتعمل اكلها بصوا بهدلة. بس شايفين الفنادق ترابيزات أكل حلو، شغل فنادق زي ما شايفين شيفات بسم الله ما شاء الله. فالدنيا حلوة. دي حاجة تقليل الهدر، إنه الأكلات أنت بعد كده مفيش تلاجة فبترميها. تمام. طبعا راحة بعد كده إنك تبقى رايحة خلاص بقى أنا مفرغة دماغي وأنا عايزة أركز في العبادة وفقط. هتروحي تقعدي عند الكعبة في بيت الله الحرام براحتك، مش هتنعي هم حاجة. طيب طب ليه احنا بنقول اشمعنى مصر والدول دي بالذات؟ طبعا عشان دول اكتر دول بيطلع منها اعداد كبيرة قوي وبيحصل فيها مشاكل اكل كتير. تمام. ده غير حاجة مش عايزين نكدب على بعض ان في بعض الناس مثلا بيبقى لو في وجبات، لو في كده، لو في حاجة بتتفرق بيبقى الموضوع مش احسن حاجة، ومش عايزة اخد في الموضوع ده كتير قوي اركز فيه. طبعا احنا قلنا النظام ان الشركة بتكون ملزمة بعقد مع الفندق بالوجبات، بوفيه مفتوح ليه مواعيده. تمام. يعني حاجة والله العظيم زي الفل. طيب مثلا يعني مثلا احنا قلنا العمرة ممكن لو ب30 هتبقى مثلا 35، وانا فهمتلكوا ان الدنيا دي افضل واحسن. انت كده كده هتصرف. طبعا انت بالنسبة لك كمصري بتاخد معلبات، بتاخد جبنة فول بتاع تونة، بتاخد المعلبات عموما مربى حلاوة بتاع. بعد كده بتحتاج اكيد وجبات سخنة، فبتروح تجيب من المطاعم باسعار غالية ولأن ننعى الهم اصلا. تمام. طيب طبعا انا سألت ناس وسألت شركات سياحة ايه الدنيا، فهم اتكلموا برضو على الاسعار بالنسبة لجودة الاكل. ناس بتشتكي بقى بالنسبة لنظام الإعاشة إنه الأكل متكرر، رز فراخ كل يوم، مفيش طبيخ مصري، كميات قليلة. ده انتوا ممكن تظبطوه أصلا عن طريق شركات السياحة.
السبب التالت إحساس بالتميز. إحنا النظام اللي إحنا ماشيين عليه في مصر تتفقوا مع الشركة اللي انتوا طالعين فيها. طيب هتوفروا لنا أكل؟ طب يا جماعة إحنا عايزين أكل مصري. أظن دي حاجة ما تزعلش. تمام. ايه تاني؟ حتى لو انا مثلا مش عايزه اكل في الفندق، يا عم انا مش عايزه اكل، لا بس انت هتدفعي وانت هتدفع. فاهمني؟ الاكل مش عاجبني، هو موضوع بقى اجبار. طيب انا اتصرف في الموضوع ده. احنا اتفقنا ان احنا ممكن نخلي الشركه نفسها تتفق مع المطعم، بعد اذنكم انا عايز وجبات كذا وكذا وكذا عشان الناس ما تزهقش. خلاص. طبعا في ناس كبار في السن، في ناس ما بتقدرش تشيل، في ناس بتتعب. فقدامكم اكل بتخشي تطلبيه في الغرفة لو انت عايزة، او في البوفيه بتنزلي. فحاجة زي الفل، ما تنعيش حاجة. نظافة الأوضة تبقى نظيفة على طول. مفيش أي مشكلة، مفيش ريحة أكل في الطرقات تقول الأكل مش حلو، الأكل فيه مشكلة، والكلام ده كله هيتعاقب أصحاب الفندق عليه. المشكلة اللي شايفاها المصريين إن الموضوع مفيهوش اختيار، الموضوع إجبار. أنا شايفة إن الموضوع والله حلو قوي. استمتعوا بعمرتكم، عيشوا حياتكم. ما تشيليش هم أكلت إيه وشربت إيه. ربنا يكتبها لنا جميعا ويكتبها لي. ادعوا لي بالله عليكم. ويلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تبعتوا الفيديو وتشاركوه مع كل حبايبكم.